ناس كتير لما بتيجي تطلع بعربياتها الصبح بتدور العربيه وتطلع على طول. لا، انت قبل ما تدور العربيه لازم تكشف على الزيت بتاعك وتتاكد ان هو عند العلامه اللي فوق. وده طبعا عشان الزيت ممكن يبقى ناقص بسبب اي حاجه غير ان العربيه تكون بتاكل زيت. يعني ممكن مثلا الاويل سي بتاع الكرانك ممكن تلاقيه بيسرب زيت، الاويل سي بتاع الكرانك من قدام ممكن تلاقيه بيسرب زيت، ممكن تلاقي الجوانات بتسرب زيت. ده كله ياثر على الزيت ويخلي الزيت يقل في الموتور، وممكن يسبب معاك انك انت تعمل عمره لو ما كشفتش على الزيت كل يوم الصبح قبل ما تطلع. ودي حاجات بتحصل في اي عربيه، مش شرط جديده او قديمه. وطبعا الحاجه التانيه اللي المفروض انك انت تعملها انك تطمن على الميه بتاعت العربيه، لان هي برضو ممكن تكون بتتبخر. يعني زي كده مثلا اهي ما فيهاش ميه، محتاجه ميه، تمام. فالميه دي ممكن تكون بتتبخر، ممكن تبقى القربه بتاعتك نقصت وانت ما خدتش بالك وتزود القربه بس والراديتير ما يسحبش منها. ممكن يكون الغطا فيه مشكله بتاع الراديتير فما يسحبش من القربه. ان انت تكشف على زيت الموتور تتاكد ان هو مش ناقص قبل ما تطلع الصبح، وان انت تكشف على الميه بتاعت عربيتك قبل ما تدورها.